حدوتة النهاردة بعنوان الشاطر حسن. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك فتى فقير يدعى الشاطر حسن، كان يعمل صياد سمك. وفي ذات يوم كان يسير على شاطئ البحر، فوجد فتاة جميلة ترتدي ثياب فاخرة براقة، انبهر بها وبملابسها. وفي اليوم التالي رآها مرة أخرى، وصار يراها يوميا حتى اعتاد رؤيتها، وهي أيضا اعتادت رؤيته. أكثر ما لفت انتباه الفتاة هو إخلاص الشاطر حسن وصبره في عمله. وتمر الأيام والشهور على هذا الحال، وفجأة لم تعد تأتي الفتاة. حزن الشاطر حسن كثيرا وشعر بالوحدة، فكم كان يستأنس بوجودها حوله، وكم كانت تشعره بالراحة والطمأنينة. لم يطق الشاطر حسن تلك الحالة، فقرر البحث عنها آملا ألا يكون مكروه قد أصابها. فذهب إلى المكان الذي كانت تأتي إليه، وإذا برجل ممن كانوا يرافق الفتاة الحسناء، فإذا به يناديه ويدعوه إلى الحضور إلى قصر الملك. استغرب الشاطر حسن من دعوة الرجل، وسأله عن سبب تلك الدعوة، فأجابه بأن ابنة الملك أرسلت في طلبه، وأنها تلك الفتاة التي كانت تلقاك يوميا خلال الأشهر الفائتة. وهنا أدرك الشاطر حسن بأن تلك الفتاة الحسناء هي ابنة الملك. سأل الشاطر حسن الرجل عن حال الفتاة، فأجابه بأنها مريضة، وقد نصحها الأطباء بأن تذهب في رحلة بحرية. أخذ الشاطر حسن ابنة الملك إلى البحر، وحكى لها حكايات كثيرة ومثيرة عن البحر وعن مغامرات الصيادين، وما هي إلا أيام معدودات في عرض البحر، وقد شفيت الأميرة تماما، وعادت إلى والدها وأخبرته بأنها مغرمة بالشاطر حسن وتريد الزواج منه. حزن الملك كثيرا من طلب ابنته، ففكر في حيلة ليمنع هذا الزواج، وطلب من الشاطر حسن أن يقدم جوهرة ثمينة مهرا لابنته. حزن الشاطر حسن كثيرا من طلب الملك، وغادر القصر وهو يعلم بأنه لا يمكنه أن يقدم المهر المطلوب. وفي أحد الأيام كان الصيد شحيحا، ولم يصطد الشاطر حسن إلا سمكة صغيرة بالكاد تكفيه لعشائه، فعاد إلى البيت راضيا وقانعا بنصيبه، وبدأ بتحضير السمكة للعشاء. فإذا بالسمكة تخبره بأنه في بطنها هدية له، فاستغرب من كلام السمكة، وفتح بطنها ووجد فيه جوهرة فريدة وكبيرة. فرح كثيرا، وحمل الجوهرة وركض بها إلى قصر الملك، وقدمها مهرا للأميرة الحسناء. فقبل الملك المهر، وبارك للشاطر حسن زواجه من الأميرة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. يا رب تكون حدوتة النهاردة عجبتكم. أتمنى لو أول مرة تشرفوني في القناة تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل الحواديت اللي بنزلها لكم. باي باي.